بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحة واحسن حال ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله فيديو جديد عن تفريز الثوم. طبعا كل سنة وانتم طيبين. طبعا الثوم بتاعي ناشف خالص، ما يعني مش هينفع ان انا افرمه بالعرش بتاعه. يعني زي ما انتم شايفين كده هو ناشف خالص. مبدئيا كده سعر الثوم السنه دي كويس جدا، يعني لسه مغليش. يعني السنه اللي فاتت كان اول ما طلع كان ب15 و20، وبعد كده لقيناه نطر خالص، وصل 50 و60 و70 جنيه. فعشان كده ايه، يعني يشتري الحاجة دايما اول ما بتطلع كده، عشان ما تضمنيش السعر يعني في الايام اللي احنا فيها دي. طبعا شايفين ان التومية ناشفة خالص، عنقودها ناشف، هي اصلا كلها ناشفة، فمش هينفع ان انا افرمه بالعرش بتاعه. ففصصته كده. ده طبعا شرش جالي. فانا كنت شاريه اصلا 7 كيلو، يعني اللي انا هفرمه النهارده معاكم ده اللي انا شارياه. ده انا سبته زي ما هو كده عينته، يعني بعد فترة كده ان شاء الله هبقى اعمله. ده طبعا التوم اللي انتي لو هتفرميه بالعنقود بتاعه بيبقى للشكل بتاعه كده. بننضف بس الراس من فوق ومن تحت وبنفرمه زي ما هو. فانا التوم بتاعي بقى كان ناشف، فاضطريت طبعا ان انا قعدت ايه، فصصته كله زي ما انتم شايفين كده. وطبعا مش هسيب فيه اي قشر خالص علشان ما يبقاش في الفرن. انا خدت الرز الكبيره، طبعا دول كانوا كنت جايبه 7 كيلو. اخدت 5 كيلو فصصتهم كده، و2 كيلو قطعت الشرش بتاعهم ونضفتهم وعينتهم في التربو يبقوا عندي. هبقى افرمهم بقى في مره تانية مع الشرش اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. كمان طبعا دول مش 5 كيلو، يعني انا خدت الروس اللي هي الكبيره بس. والصغيره سبتها بقشرها كده، قطعتها للفراخ. كمان الناس يعني بشوف ناس كتيرة قوي بتفرز التوم بتحطه في اكياس، وكمان بتقولك عشان ما يجمدش وكمان لونه ما يغيرش. انا بصراحة الطريقة دي يعني بعملها من سنين عندي، والحمد لله عمر ما التوم غير، وبيتنيه ابيض لاخر اخر حاجة. اول حاجة ان انت تفرمي التوم ما تضيفيش عليه اي حاجة. يعني بشوف ناس بتحط عليه كزبرة، فلفل، لا، دي بتبقى دقة. يعني دي اسمها دقة، ما اسمهاش مش توم. التوم هو تفرميه ناعم او وسط زي ما انت عايزه. انا بحبه مايل للنعوميه شويه، مش بحب ان هو يبقى خشن يبقى محبب كده. حطيت عليه ايه، حطيت عليه زيت، معلقتين 3 زيت كبار كده. زيت ذره، زيت عباد، اي حاجه، المهم يكون زيت ريحته حلوه، بلاش بتاع التموين لو هو له ريحه وكده، عشان ما يخليش التوم بتاعك برضو مع التفريز بيبقى له ريحه. حطيت معلقه سكر ومعلقه ملح، معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح كبيره. ده تفريز الاكياس انا مش بحبه خالص، لاني حتى لو انت مسطحاه مبططاه كده وتقطعي منه برضو الكيس يعني ايه، بتحس ان هو متعوص كده من بره ومن جوه، وكمان بيكرف على بقيه الحاجات اللي في الفريزر، فانا ما بحبش كده. احسن حاجه هي العلب. طبعا انا كنت جايبه المقاس اللي هو الكبير بتاع العلب، بس ما لقيتش الا واحده بس، كانت العلبه ب8 جنيه. ف يعني ما حبيتش ان انا اعمل فيها بقى. عملت في اللي هي الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، العلبه ب2 جنيه، حلوه ومش مكلفه. وكمان العلب دي حلوه قوي في التخزين، لما تيجي تخزني فيها بسله تخزني فيها. بالنسبه للعلب الكبيره يعني، مش الصغيره دي. الصغيره دي للثوم، للدقه، لو صلصه ماشي. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي وجميله، والعلبه ب2 جنيه مش مكلفه خالص. خلاص كده انا هفرم بالكميه كلها وهعبيها، مش هخلي العلبة بتاعتي مليانة على الاخر، عشان لما اجي اقفلها تتقفل معايا، وكمان يعني ما تعملش ملحوس العلبة من بره كده وتكرف على الفريزر. انا عايزاها تبقى حلوة، مفيش ريحة في الفريزر خالص، كأني مش عاملة اي حاجة. كمان ما تخليش التوم، لو التوم بتاعك بيصفر يعني اول ما تفرميه قفلي علبك او قفلي كيسك لو انت حابه تعملي في كيس، وعينيه في الفريزر على طول. ما تسيبهوش بره. حتى لما كمان لما بتيجي تاخدي منه ما تاخديش ما تاخديش منه وتسيبيه بره على الرخامه، ده بيخلي لونه يصفر. طيب اصفر فقد قيمته؟ لا، هو ما فقدش قيمته ولا حاجه، بس انت ما تخلوش ان هو يصفر منك، يعني تسيبيه بره لدرجه ان هو يصفر منك. ماشي، خدي منه وخرجيه ودخليه تاني الفريزر، استعملي منه على طول يعني. كمان انا باخد بالمعلقه، وكمان لو يعني جمد قوي مني في الفريزر بطرف الكازلك كده، وباخد منه الحته اللي انا عايزاها، وبقفل علبتي وبدخلها الفريزر تاني، ما بسيبهوش لما يسيب خالص يعني. لان باخد منه وعينه هو جامد زي ما هو.
عفوا. اللي هو جامد، الفكرة ان انت ما تسيبهوش وهو يسيب خالص على الرخام عشان تاخدي منه، ده بيخلي لونه يصفر. كمان في لما هو انت بتستعمليه مثلا، تيجي تستعمليه في دقة فبتلاقي لونه ازرق مايل للزرقان كده او اسود، ده بيبقى يعني خلاص كده قرب صلاحيته تنتهي. فبصراحة انا ما بحبكش تستعملي لو ازرق منك، او لما جيتي تحمريه كده في السمنة او الزيت تلاقي لونه اغماء منك خالص، فبلاش. كمان ما بفضلش ان انت تستعملي اي حاجة على التوم. التوم ما بيتحطش عليه دقة يا جماعة والله، ولا بيتحط عليه فلفل، ولا بيتحط عليه كزبرة، ولا بيتحط عليه اي حاجة من الحاجات دي. الحاجات دي بتعمليها انت في حاجة تانية كده، وبتبقى اسمها دقة، تبقى جاهزة عندك في الفريزر للزنقات، تستعمليها في اي حاجة. انما هي مش دقة توم، التوم ما بتفرصي غير بالطريقة دي. جربيها وهيفضل عندك ان شاء الله باذن الله من السنه للسنه، عمر ما لونه هيغير، هيفضل ابيض زي ما هو، مش هيصفر. مادام انت بتستعمليه صح، تاخدي منه هو جامد، ما بتسيبوش لما يسيب خالص وترجعي تفرزيه تاني تجمديه. الحركه دي هي اللي بتخلي التوم يصفر منك. انما اللي بتستعمليه هو جامد عمره ما هيصفر، وهيتنيه ابيض زي ما هو. هنا انا عبيت العلب بقى كلها بتاعتي. كمان انا بمسح وبس وبنضف الاطراف كده بمنديل مبلول زيت مش مبلول ميه. ليه زيت؟ علشان الزيت مش هيخلي ريحة التوم تنتشر اكتر والعلب تبقى ريحتها توم، انما المية هتخلي العلب ريحتها توم اكتر، وطبعا هتكرف معايا وكده. وكمان ممكن بعد ما تقفلي العلب خالص تغسليها عادي، مفيش مشكلة.